خير الله تبارك الله. العام زين، كاين الخير. بعد 7 سنين تاع الجفاف، اللهم بارك. هذه هي الاجواء في دادس كما كتشوف. ها الشعير الحمد لله، بدا الشعير صافي راه طيب نيت، واحد شهرين صافي راه الخدمه غتبدا. هذه هي الاجواء الصيفيه في الجنوب الشرقي عموما. الحمد لله، إن بعد العسر يسرا. شوف خير الله، شوف يا سلام. خير الله، جمال الطبيعة والراحة، واحد المجال ليبر مناسب للمشي وممارسي الرياضة واللي كيقلبوا على الراحة. الحمد لله على كل حال. كما كتشوف هانت مشاهد أخرى. كاينين الناس ما عارفين والو على الجنوب الشرقي، وكيوصفوا الناس تاع هذه المنطقة بصحراوة، يعني صحراء حاحلة، ولكن داكشي ما فيه والو. هانت دابا راه ولات المنتوجات ديال هذه المنطقة عندها قيمة غذائية واقتصادية ومطلوبة في السوق المحلية. ما ننساوش بلي هذه المناطق هي المزود الرئيسي، خاصة أسواق مراكش بالكرموس، الزيتون، الورد البلدي. هاد المنتوجات اللي عندها واحد قيمة غذائية. اليوم راه وصل الكيلو ديال الكرموس ل 45 درهم الكيلو، و كيلو ديال الورد 25 درهم ل 30 كيلو. صحيح دخلوا ضياعات كبار، بدات كتنافس المنتوج المحلي، واللي خلات هاد المنتوجات المحليه كتراجع بزاف. بسبب اثر الجفاف. وصحيح تراجع انتاج الورد كذلك لصالح الضيعات الكبيره. وهذا الشيء اللي هلك اقتصاد المنطقة، اللي هو اقتصاد فلاحي ومعاشي بالنسبة للسكينة، ومورد مهم للاستقرار. باقي الخير الحمد لله. نموذج من أحد السواقي من إفري.
اذا كان من الممكن هاد الفلاحه او هاد الفلاحه يستافدوا من امتيازات ومساهمات ومساعدات باش نعتقوا هاد الواحات ما تضيعش لينا، لانها تاريخ كبير ومهم للاستقرار. هنا كنتسائلوا اشنو دور المخططات اللي دارت على الفلاحه، اشنو المساهمه ديالها في الحفاظ على هاد الواحات. اسئله واخرى تطرح بدون جواب. كما كتشوفوا السواقي مصايبين بالسمه، الكل يتساءل واش هذا الشيء ايجابي ولا سلبي. بالنسبه للمهتمين بالمجال البيئي هذا الشيء راه سلبي، بالنسبه للفلاحه راه ايجابي، لان في هاد القنوات المائيه اللي كانت قبل طينيه كانت كتعيش الكائنات وكانت كتعيش اعشاب طبيه والناس كتستعملها في حياتها اليوميه، سواء في المأكل او في الطب الشعبي، اللي خلى لها واحد الدور مهم في حياة المجتمعية وفقدناها بطبيعة الحال. السما كذلك ما خلاتش هذوك التقاليد يبقاو، بحال التويزة. شنو هي التويزة؟ التويزة الناس يتجمعوا بيناتهم ويخدموا ويرمموا السواقي الطينية. هذا واحد الجانب الاجتماعي اللي مهم اللي فقدناه كذلك. اذا الواحات كتعاني من الجفاف، الحمد لله دابا راه كاين الماء، كتعاني من الهجرة وكتعاني من التصحر. الناس كيتسائلوا هاد المناطق كيبداو يخواو، يعني كاينه الهجرة، ولكن راه كاينه حتى هجرة مضادة، لأن المناخ ممكن يتبدل في أي وقت، ولكن العقلية الإنسان هو المشكل. واش قادر يتلائم مع هذا الجفاف ومع هذه التحولات السوسيومجالية اللي كتوقع في الواحات؟ داكشي علاش قلت ان المخططات لابد انها تساهم وتعطي واحد نقله نوعيه ومساعده للفلاح الصغير باش يعيش ويستقر ويحمي كذلك هذه البيئه اللي ورثناها من الاباء ديالنا هذه 100 سنه وما ساهلاش. الناس مكرفصه خدامه، ولكن الانظمه التقليديه اللي كانت انذاك ماشي بحال اليوم. كما الحياه ككل، الناس غير عايشه بوحدها، اما في الماضي راه كاينه المساهمه وكاين الخدمه والعمل والتضامن. كذلك كاين اللي كيقول بلي الاستغلاليات راه صغار ما يعطيوش، ولكن ممكن يعطيو، لان القليل دابا كما قلت فيه البركه، اي الى تثمن وتعطت ليه واحد القيمه ممكن يعطي الكثير نظرا لقيمه المنتوجات الفلاحيه اليوم. يا هانتي السيد تبارك الله الفصيتيط ياي هاي سخر بويمونو عاجب. اذا واقع الواحات الى ما كاينش تدخل راه الاوضاع ما كتبشرش بالخير. واخا كنشوفوا الخضوريه وكنشوفوا الخير ديال الله،
ولكن خص العمل ديال الانسان يكون مواكب لهذا المجال باش يكون او باش يبقى مزيان، يبقى كما كهو نحافظوا عليه. إذا هذه بعض التحولات اللي طرات على الواحات، نتمناو الحمد لله ونتمناو ان شاء الله كل خير. ما تنساوش ابوني في هذه القناة، في انتظار نعطي عليكم اشرطة اخرى ونعرفوا بالجانب الشرقي بالمجال الطبيعي والتاريخي. تحياتي تنمية النون.